مجتمع غربي والمختلفة عن مجتمعنا العربي والواصلين مرحلة بشكل أسوأ من حيث أفكارهم المنحرفة وتصرفاتهم الغريبة مما خلاهم متخلفين أكثر من تخلفنا. صحيح إني أسفل على الغرب وعلى وساختها، لكن بهذا المقطع راح أديكم على الأسباب يخلي المجتمع الغربي تحت التخلف أو واصلين مرحلة بشكل أسوأ. أول سبب وهي ببساطة يتعلق حول الملحدين. شوفوا، هو مو كل مجتمع غربي يكونوا ملحدين، بالعكس أكو معظم الناس متدينين مثل المسيح واليهود. بس المشكلة وين؟ المشكلة إن كل مجتمع غربي ما يؤمنوا بربهم ولا حتى يؤمنوا بالديانات السماوية مثل المسيح واليهود وأيضا الإسلام. وبعيد عن الناس لما يسفلون دينهم من الإسلامي بشكل سيء الصراحة، لأن هم ببساطة عنصريين ضد الإسلام. ولكن أكثر شيء يؤمنوا به عند الغرب وهي الحكومة والليبرالية، هذا أهم شيء عندهم. وأيضا يؤمنوا بعبدة الشياطين بعدة الأشكال والألوان، فهذا يعتبر أحد الأسباب يخلي المجتمع الغربي ملحدين وما يؤمنوا بأي ديانات ولا حتى يؤمنوا بالآلهة. استغفر الله العظيم. هسه نروح على السبب الثاني، وهي يتقبلون بأشياء ضد الفطرة، مثل طبعا الألوان أو بمعنى صح الكمبونود ومتحولين جنسيا، وكمان يتقبلون بالعدة حيوانات أو حقوقها بالحيوان، مما يخلي إنسان غربي يحس نفسه هو حيوان. عموما دائما يؤمن بأشياء ضد الفطرة وضد طبيعة الأرض، مما يخلي الأفلام والمسلسلات يسوون هاي الأشياء الرخيصة ويحولها كالأجندات. حتى الألعاب والكرتون يحطون نفس الشيء، وهذا بسبب تأثيرهم على المجتمع على هاي الأشياء المريضة وضد الفطرة، ويعتبر هذا سبب واضح يخليهم هيجي. السبب الثالث واللي أشوفه أهم سبب يخليهم هيج وهو إهمال الأهالي. صراحة الأهالي عند الغرب مختلفة عن الأهالي عند العرب ويخليهم أسوأ. يعني معظم الأهالي الغرب حاليا متأثرين على هاي الأفكار المريضة ويكونوا ضد الفطرة، مما يخليهم يشجعون الطفل لما يتأثر على هاي الأفكار المريضة، وهنا يخلي الطفل واحد من القمرود ويخلي الأطفال بالمدرسة يتنمرون عليه وبالنهاية ينتحل بسبب تأثير عليه بأشياء ضد الفطرة. وهذا يدل على سبب إهمال الأهالي بشكل كبير عند الغرب. هنا نروح على آخر سبب واللي أشوفه أكبر سبب مما يخليهم مجتمع غربي يوصلون مرحلة بشكل أسوأ، وهو يتعلق حول استغلال الأطفال أو الترويج تخص الفئة مال الأطفال. شوف، من الطبيعي جدا تلوم على كل المنجمين الحزالة لما يستغلون اطفالهم بشكل كبير، فما بالك بالمجتمع الغربي بشكل عام يستغلون اطفال بأسوأ استغلال، وتحديدا شركات دائما يستغلون اطفال بشكل سيء جدا. وايضا مجموعة من الاغنياء نفس السالفة، واولهم جيفري ابستين. فهذول باختصار مجموعة من البيدوفيلية عند الغرب لما يحبون اطفال بشكل كبير وبعدين يغتصبهم ويستغلهم. فلو نحاسب القانون عند الغرب بشكل عام، فاكيد يشوفوه عادي لما يسمح الاشخاص البيدوفيليا يغتصبون اطفال او مثلا يتزوجون. حتى دول اسيا نفس الشيء، خاصة لما يسمحوا الاشخاص بيدوفيليا يغتصبون اطفال. ولكن لو نجي على قانون عند العرب يشوفوها جريمة وفاسدة ولازم يستحقون تحت الموت على هاي فئة البيدوفيليا الوسخة. وده انت ما تعرف شنو يعني بيدوفيليا، يعني بالعربي متحلشين الاطفال. يعني كل او معظم المجتمع الغربي بشكل عام يكونون من فئة المتحرشين الاطفال، واشخاص الاغنياء متحرشين الاطفال برضو، سواء ممثلين او شركات او مثلا مستثمرين او علماء وغيرهم. فهاي احد الاسباب والكبرى يخلي المجتمع الغربي من اوسخ المجتمعات في تاريخ البشر. وبس هذا يعني الاسباب يخص المجتمع الغربي. ومن بعد ما تشوف الفيديو تقدر تقول الحمد لله على نعمة الاسلام وعلى نعمة العقل. وبحكم ان المجتمع الغربي حاليا صاروا مجتمع زبالة، لكن للأسف ان اغلب المجتمع بالعربي او كل المجتمع العربي متأثرين على هاي الثقافة الغربية الوسخة، او ما زالوا متأثرين على هاي الثقافة الغربية، وكذلك متأثرين على هاي اشياء ضد الفطرة السليمة. فعموما لا تعليق في هذا الموضوع، ومع السلامة.